اهلا وسهلا. حابه اشارك معاكم حاجه اثرت فيا جدا الفتره ديت، وخصوصا ان احنا معظمنا او كلنا او البلد كلها عندها احساس بضيق الحال، حتى اللي هما يعني مش حاسين قوي، بس برضو الحاجة بتغلى والإمكانيات بقت بتقل قوي، الموارد قيمتها بقت أقل بكتير من الفترات اللي فاتت. فاستوقفني كده، كان حكاية الشيخ الشعراوي كان بيحكيها على صحابي. كل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم من الصلاة يلاقيه مش موجود. فمرة يعني فعلا لحقوا قبل ما يمشي وسألوا ايه اللي حاصل. فقال له انا الهدوم اللي انا او الرداء اللي انا لابسه انا زوجتي بتستناه عشان تلبسه عشان الصلاة. فراح وزوجته سألته انت يعني ليه اتأخرت وكده، فحكى لها ايه اللي حصل. فقالت له اتشتكي الله لرسول الله. انا الحتة او الجملة ديت وقفتني قوي، لان احنا ما بقاش في حال غير ما بنشتكي منه. يعني يعني ان كانت ال يعني كل واحدة مثلا تشكي لمامتها، تشكي لباباها، تشكي لاخواتها، تشكي لصاحباتها، والرجل كمان يشتكي من ضيق الحال في وسط الزملاء في الشغل مثلا، او لابوه لو العلاقة تسمح او كذا. فبقت يعني هي ما بقتش حتى مجرد شكوى، ده هي كمان بقت يعني احنا بنتريق احنا بنعملها يعني نكت، ان كل واحد فينا يعني الحال ده بيه لدرجة ان هو مثلا مش عارف يشتري كذا، او اللي كان سعره بكذا بقى سعره بكذا، او ال الحاجة اللي احنا كانت بتقضينا مثلا، او الرزق اللي كان داخل لنا بيقضينا مثلا شهر بقى دلوقتي ما يقضيش اسبوع. فما بقتش مجرد ان هي شكوى بس، لا ده احنا كمان بنتريق على نفسنا. هو يعني طبعا الشعب المصري مميز بقلب كل حاجة لنكات وضحك. ولكن انا حابة ان هنا نقف وقفة كده مع نفسنا. هو أصلا سبحان الله، في الشرع في شريعتنا في شريعتنا إن كل ما الواحد يشتكي الحال بيضيق أكتر. فلما تشتكي لحد ان انت بالاحباط او بالاكتئاب، او حتى مش قادر تعمل هدفك ده او توصل لهدفك ده، سبحان الله الموضوع بيزيد او بيتطور. يعني لان انا ما دام بدات البوح بحاجه، او ان انا بدات ابوح بما في داخلي لغيري او حتى لنفسي، سبحان الله بفضل ابوح، بفضل اقول، بفضل احكي، وسبحان الله هو ده اللي بيحصل. يعني احنا الحل دلوقتي ان احنا نلزم الاستغفار، ونلزم الرجوع لله عز وجل، ونلزم بالصدقات والطاعات وكذا. وفي نفس الوقت خلاص كل واحد دلوقتي عنده همومه، وعنده الحال الضيق بتاعه الخاص بيه بالشكل اللي هو حاطط نفسه فيه او محطوط فيه. ف دي بس رسالة كنت حابة ان احنا ان انا اوصلها لكم. ومن ضمن عادات الحياة ان احنا نقلل الحكو في الشكوى، او نقلل الاولان في هموم الدنيا. خلي هموم الدنيا كل واحد عنده همه، او ممكن نحكي حاجة بسيطة عشان مثلا عم عايز دعوة او كذا، انما مش اكتر من كده. يعني ان شاء الله كلنا نعدي الفترة ديت بسلام ورضا، وكمان بافضل خبرات وافضل تجارب ممكنة اللي تخلينا ان احنا نوصل لبر الامان ان شاء الله. يعني كانت نصيحة كده على الماشي او رسالة كده على الماشي، حبيت
يعني انا بقولها لنفسي وحبيت ان انا اقولها لكم، ان نقلل شوية الشكوى او نقلل شوية الكلام في الموضوع، عشان ان شاء الله ربنا يرزقنا نوصل لبر الامان في امان. اتفقنا؟ سلام.